إذا أردت يوما زيارة حي أنغولا فلا تغامر بالذهاب بمفردك، وإلا فستعرض نفسك للخطر. هكذا يقول المسؤولون المحليون هنا، فلا بد أن تمهد لزيارتك بلقاء مع السلطان، فهو شخص ذو نفوذ وسلطة. بعد أن يعطيك هو الأمان فقط يمكن أن تبدأ جولتك. هذه أن، وقد شوه البؤس معالم وجهها، تعيش على بيع الحطب لتطعم أولادها السبعة، بينهم هذا الطفل الرضيع. أن في محاولة يائسة لاستدرار ثديها الناضب لعلها تجد فيه ما يسد جوع هذا الوليد. وهنا صبية يتصارعون على لقمة لا تطعم فردا، فيما اضطر آخرون للبحث عن قوتهم في النفايات. والمنطقة دي أنا طالع منها التنمية، دار التنمية في المنطقة أنو ناس تعبانين فوق والصغير الكبير تعبانين. دول طبعا ما قصي يوم ما يجي مرة في المنطقة عشان يجي يشوف مثلا المنطقة ده محل السكن، أما المدينة قاعدين كيف. في حي أنغولا يعيش الناس في ظروف أقل ما توصف به أنها قاسية، بل هي أكثر من ذلك بكثير. أكياس من الخيش حيكت ببعضها البعض لتكون المأوى. طبعا مهمشين لأنه ما فيها خدمات بالصورة اللي المفروض تكون معروفة. يعني معيشتنا نحن في الخرطوم يعني في المناطق الأطرافية يعني معيش كعب شديد جدا جدا. مهمش 100%، بالذات أصحاب الأخيل ناس السود ديل بالذات في حزير ناس تعبانين شديد جدا جدا. معاناة المهمشين تجد صدى لها في هذه الجريدة، حيث يسعى المحررون لإيصال صوت هذه الفئة وإظهار ما تتعرض له من إقصاء على كافة المستويات. هذا هو الصوت الأساسي لهؤلاء. أيضا هنالك كتاب وصحفيين من تلك المجموعات المهمشة يكتبون عن قضايا أهلهم، عن هموم أهلهم، عن قضايا الهامش. تنتشر الأحياء العشوائية على أطراف مدينة الخرطوم، وسكانها في أغلب الأحيان نازحون بسبب الحروب والنزاعات المسلحة. وقد بدأت السلطات في السودان في تخطيط هذه الأحياء وتقسيم الأراضي، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة. عبثا يحاول سكان الأحياء العشوائية في أطراف الخرطوم محاكاة الحياة في الأحياء التي تتوفر فيها الظروف المعيشية اللائقة، لكنهم في واقع الأمر يعيشون على هامش الحضارة دون السقف الأدنى لمقومات العيش الكريم. زينب تلبيه، الجزيرة، الخرطوم.